طيب الدرس بتاعنا النهارده اللي هو ايه اسمه اللي هو الاسس. تمام. اول قانون في الاسس الف اس نون. الف اس نون دي معناها ايه؟ معناها ان الالف دي مضروب في نفسها نون من المرات. الف ده رقم ايا كان، نون ده رقم. يعني مثلا هتضرب الالف دي في نفسها كام؟ 1 2 3 نون من المرات، صح؟ يعني مثلا لو قلت لك 3 تربيع دي معناها ايه؟ 3 في 3 3 مضروب في نفسها مرتين. 3 في 3 9. لو قلت لك مثلا 3 أس 4 3 1 في 3 2 3 4 4 مرات اللي هي عندنا كام؟ 81. تمام؟ يعني الألف دي مضروبة في نفسها الأس بتاعها ده من المرة. ماشي؟ خلاص؟ قلت لك مثلا إيه؟ جذر 2 أس 5 مثلا معناها إيه؟ 1 2 3 4 5. جذر 2 في جذر 2 2 2 وجذر 2 في جذر 2 2 2 في 2 4 4 جذر 2. عشان المسائل دي في النهايات بتقعدوا ايه تقولوا لي جت منين وما جاتش منين، صح؟ فيها مشكله؟ لا. لو قلت لك مثلا جذر 3 أس 5 تعرف تفكها؟ جذر 1 2 3 يبقى 9 جذر 3 4 5 صح كده؟ جذر 3 3 جذر 3 3 9 جذر 3 جات لكم في مسألة في النهايات كلكم عمالين تقولوا لي ازاي دي بقت دي، صح؟ كده خلاص. تمام؟ وهكذا. فيها مشكلة؟ لا. الرقم نفسه بيتضرب العدد بتاع اللي هو الأس بتاعه من المرة. فيها مشكلة؟ طيب أي رقم في الدنيا أس صفر بواحد. ده تاني قانون. أي رقم في الدنيا أس صفر يساوي واحد. فيها مشكلة؟ لا. خلاص؟ طيب يعني مثلا نص أس صفر بكام؟ 1. طب لو انا استعبطت عليك وقلت لك مثلا 2 أس س بيساوي 1 يبقى س بكام؟ 0. صفر؟ ما هي حاجه هتعمل ايه؟ ما انت لازم تبينها له الرياضيه بقى الاول. هتخلي الواحد ده كام؟ ده 2 أس صفر. يعني كده بتقول 2 س اكنها 2 أس صفر. كده انت تحايلت على المساله، صح؟ بس التحايل صح. خليت الواحد ده 2 أس صفر. مش هيبقى 2 أس صفر بواحد؟ مش 2 بيساوي 2 يبقى س بيساوي 0. لا تسمى تساوي يبقى الأسس متساوي. بالظبط. خلاص؟ طيب ثالث قانون عام ألف أس سالب نون. ده معناه إيه؟ لو نزلت في المقام تغير الأس. يبقى واحد على شرط الأس. يعني لما تنزل في المقام تغير شرط الأس. مش كده؟ يعني لو لسه عندك مثلا 2 أس سالب 1 معناه إيه؟ 1 على 2 أس 1. 2 أس سالب 2 بيساوي كام؟ 1 على 2 أس 2. 2 أس سالب س مثلا معناها إيه؟ 1 على 2 أس س. مفهومة كده؟ لو طلعت 3 أس سالب نص دي معناها إيه؟ 1 على نص ونص. بتغير البسط والعكس صحيح يعني ممكن مثلا تبقى سالب. يعني لو انت مثلا عندك 3 أس ونص ممكن تطلعه 3 أس سالب نص. لو عندك مثلا السالب ده في المقام تطلعه بالبسط. يعني انت البسط ينزل في المقام او المقام ينزل يطلع في البسط تغير شرط أس على طول. ماشي. تمام؟ طيب اسمها مجموع معكوسها الضرب. دي اسمها كده معكوس ضرب. اسمها ايه؟ كل ده تحت احنا. لا انت انا بحسبك كلت عربيه الفول يا راجل. لا هي حركة تتصور. صور عربية الفول يعني؟ عارف الورقه دي يا راجل. ماشي. طيب رابع قانون. اقعد بقى يا محمد بالكلام ثواني. في حالة الجاء في الضرب بنعمل ايه؟ نجمع الأس. حتى عارفينها مثلا بنقول ايه؟ زي كام؟ ألف أس نون زائد الميم. يعني مثلا بس لازم تكون الألف زي بعضها. وما حصل يا باشمهندس 3 أس س 3 أس 2 بكام؟ 3 أس س زائد 2 صح؟ بس لازم يكون الأساس ثابت صح؟ يعني أنت ما تجيش مثلا 3 أس س في 2 أس 2 وتقول لي 3 في 2 ب 6 وتجمع لي الأسس يبقى أنت بتستعبط. يعني ممكن واحد يعملها لي كده مثلا 3 أس س مثلا
في 2 أس 3 مثلا يعني يقول لك 2 في 3 6 6 6 س أس يعني 6 أس س زائد 3 يبقى ده بيستهبل دي ما هي مالهاش علاقة إنها 2 أس 3 ب 8 في 8 في 3 أس س بس عشان حاجة بتتكلم كده ماشي. لأن أنت السين دي مجهولة ما تعرفهاش أنا ده لازم يكون 8 في 3 1 ماشي ماشي يا باشمهندس ما نضربش 8 في 3 أنا لسه بقول إيه؟ لا أنت بتستعبط خلاص بص اوعى تضرب او تجمع يعني حاجه في حاجه مرفوعه يعني مثلا ايه اصل دي هقول لك مثلا 8 في 3 اس س هتعتبر ده كله كتله واحده ما ينفعش تضيف دي ما ينفعش تمام انت جربها بالارقام كده مش هينفع اصلا تضربها طبعا انا هي كده لا اله الا الله ده عشان ما تضربش نبوظ المساله يعني طيب طبعا نفس الحكايه لو قلت لك في حرف الاسم هتطرح يعني قلت لك الف اس ن الف اس م يساوي كام؟ الف اس ن ناقص م صح؟ يعني مثلا قلت لك ايه؟ س نص 3 على س تربيع بكام؟ 3 ناقص 2 1 يبقى س نص 1 وهكذا ماشي؟ طيب لو انا قلت لك مثلا ايه الف ده رقم كام ده 6 صح الف اس ن الكل اس م بص ده اس ن الكل اس م ينفع ايه نضربهم في بعض ن في م لو قلت لك مثلا 2 تربيع تكعيب الكل اس 3 مثلا 3 اس كام 9 اللي هي 3 في 3 بكام 9 دي بنستخدمها مثلا عندها جذور مثلا عندك 2 اس نص الكل اس 2 يبقى 2 في نص واحد دي تفسير برضه ايه ان انت جهاز التربيع الاثنين تربيع بواحد هناخدها قدام شويه خلاص طيب خد بالك بقى من حاجه ثانيه لو قلت لك الف مضروبه ب اس ن ينفع توزع الاس بس في حاله الضرب الف نون والاسم يعني ممكن نعملها بقانون واحد في حاله الضرب والاسم بس يعني دي تساوي كام الف اس ن ب اس ن على ج اس ن تمام كده اوعى تعملها في حاله الجمع او الطرح يعني ألف زائد الب أس ن لا تساوي ألف زائد الب أس ن طبعا عملتها دي يعني ايه انا لو في الامتحان بصحح هوديك في ده هسقطك بصراحة يعني تمام خلاص يبقى ألف زائد الب أس ن تساوي ج دي اللي هي نظرية ذات الحدين بناخدها قدام شوية ماشي خلاص هو حد يعملها ولا جمع ولا خاص هو حد يعملها عادي في اعدادي هندسه بيعملوها عادي يعني مرة ظهرنا بدينا عصينا ماشي ما هو فاكرين رسم دلوقتي جوه ما خدتش اسمه مش هم يا ابني مش كانوا لهم جزء كبير في قبل عشان العصامات فدلوقتي بيعوضوهم عاملين شغالين معاه ده هيصرفوه ما هم في الطلبه اللي بتفهم بجد قالوا بيشيلوا مننا ده هندخل في الترم الثاني ده مرة كان عندنا في الكلية الدكتور دخل في أول السنة عمل إيه؟ هو كان المادة ليها دكتورين 2 دكاترة الدكتور خد الدنيا لوحده مرتاح عمال يشرح الباب في المحاضرتين 3 وواخد راحته على الآخر ولا بيشرح في ايه وجيت تاني بقى إيه؟ بقى 3 محاضرات في الأسبوع وإضافي جد يعني ساعتها نقطة تامة هي دي تنفع تمام 9 كام ولا 9 ماشي ما كان اكتبها حاجات دي مثلا في جرس طيب بص يا شباب هنا بقى بيقول لك ايه اذا تساوت الاساسات تتساوى الاسس بالشرط ان الاساس لا يساوي ولا 1 او -1 او 0 مش مفهوم اذا تساوت الاساسات تتساوى الاسس يعني الالف دي هيحصل ايه ان الميم هتساوي النون بس بشرط ان الالف دي ما تبقاش لا بواحد ولا ب1 ولا ب0 هما كده واضحه اشمعنى؟ الالف هو اللي بتساويش في الثلاثة لو كنت جيت من الاول كنت فهمت حرام طيب عايز اجيب قيمه السين حد يعرف يجيبها لي السين ب5 يا باشمهندس جيب 5
لا 9 معلش. 9. تعرف تجيبها يعني؟ طب ال 125 دي تعرف تحللها 5 أس كذا؟ 5 أس 3 أس 3 اللي هي 5 5 25 في 5 هي 25. طب ال 27 بتتحل كام في كام؟ 3 أس 3 يعني الرقم ده ممكن تفوقه كام؟ س بيساوي 5 أس 3 و3 أس 3 صح؟ ممكن اللي هو القانون ده مش انت ممكن لو مقسومين على بعض تاخد يعني تعكس الموضوع. انت هنا نشرته صح؟ هتاخد النون دي الثلاثه دي مشترك في الأس كده صح؟ 5 على 3 أس س بيساوي 5 على 3 أس 3 يبقى س بيساوي يبقى س هتساوي كام؟ 3. تقول له بما ان الاساسات متساويه اذا تتساوي الاسس. صعبه؟ الاسس كلها تحليل، تقعد بقى تحلل الحاجات بالشكل ده. 28 8 مثلا كام؟ 2 أس 3. طب ادينا مثلا 32 كام؟ 2 أس 3. لا مسائل الامتحانات في الهبولي في الهبله معنى هبله بس هي تيجي. اصبروا عليا. الصفحه اللي بعدها نقول له بما ان ايه؟ مش عندي دلوقتي 5 على 3 بتساوي 5 على 3 ده اساس ولا اس؟ اساس. بما ان الاساسات متساويه لان الاسس بتساوي. باشمهندس مسائل الاسس الرماد دي ما بحلهاش بالفرض ده عضف بيبقى عشان احل فاهم انت عضف مع ان اسامه قال لي ما تفرضش عشان تعرف يعني تفهم انا مش عايز افهم انا عايز افهم انت جاي على الدرس السهل ومش عايز تفهمه تكسل تفهم. سهله ان شاء الله سهله. واللوغاريتميات دي يعني بقى زيها كده. يا باشمهندس ممكن قبل هي دي اللي هي لو كده؟ اسبوع ولا اسبوع او 10 دي اللي هي لو؟ الامتحان ده لا عشان خاطر ما انت مش بتدينا حاجه وتصحى تروح تمتحننا فيها يعني. انا قلت لك امتحان الرياضه 2 هيبقى لغايه النهايات كلها صح؟ النهايات كلها بالاشتقاق لغايه النهارده بس. لغايه النهارده بس. يعني كل اللي احنا اخدناه لحد النهارده لغايه النهارده في رياضه 2. باشمهندس انا عندي سؤال. هو هيبقى يعني امتحان الاستاتيكا هيبقى في اول فصلين. هو فصلين ايه؟ امسك المهندس اسامه يعني في حق. قلت لك الكلمه دي 50 مره. هو مهندس اسامه ده عمل حاجه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ هو المسؤول عن حل المسائل تمام. وعندك بقى ايه دي الاستاتيكا. الديناميكا برضو هنخش شويه لسه مش هحدد معاك الديناميكا دلوقتي. يبقى الاستاتيكا معاك لغايه الفصل الاول والثاني واحد ايه؟ رياضه واحد اللي بتاعت حسابيه ده لسه ما حدش رياضه واحد. حساب المثلثات والمتابعات. لا ده انتوا عشان ما تحلوش الشيت بتاع رياضه واحد ده رياضه واحد دي ما قلنا هنجيبه المره الجايه يا باشمهندس. لما تجيبوا بقى المره الجايه حد يقرا واحد خلينا نقول عشان انا ما نقلتش منك. خد بالك كده بقى الاسس تساوت بس الاساسات ما تساوتش صح؟ يعني خد بالك هنا الاساس نفسه ما بيساويش بعض صح؟ الالف دي مش بيساوي ب خلاص؟ دي بيحصل فيها ايه بقى؟ لو انت عندك الاس ده رقم فردي يعني مثلا الف اس 3 بيساوي ب اس 3 ده يبقى الف بيساوي ب. يعني لو الاس ده رقم فردي يبقى الف لو نون دي رقم فردي يبقى الف هتساوي ب. لو نون دي رقم زوجي يبقى الف هتساوي موجب او سالب ب. السين بكام؟ السين هنا الاسس بتساوي صح؟ 2 بتساوي س. بس الاساسات ما تساويش صح؟ نون فردي ولا زوجي؟ فردي. يبقى الف بيساوي ب يبقى السين بيساوي ب. مين؟ صعبة؟ يا ابني هي القصة ايه؟ لما تساوي الف اس نون بتساوي ب اس نون هنا الاسس متساوية صح؟ بس الاساسات مش متساوية صح؟ يحصل ايه بقى؟ لما الاسس تتساوى الاساسات بس امتى بقى؟ لو فردي يبقى الف بتساوي ب، لو زوجي يبقى الف بتساوي موجب او سالب ب. مش الجذر التربيعي موجب او سالب؟ الجذر الرابع موجب او سالب وهكذا. خلاص؟ في قاعدة بقى لو انت الف السنون بيساوي ب السنون تمام؟ بس الف بقى ما بيساويش ب خالص يعني ايه؟ يعني مثلا عندك ايه؟ 5 أس س تربيع ناقص 9 بيساوي 3 أس س تربيع ناقص 9. يعني استحالة طبعا انت هتقول لي بقى اكيد مش 5 بيساوي 3 ولا موجب او سالب صح؟ الحالة دي بقى يبقى الأس بيساوي 0 بحيث يبقى 5 أس 0 بيساوي كام؟ 3 أس 0 1 بيساوي 1. المفهومة دي؟ لما يكون الخمسة
يكون رقم ارقام كده اس صفر اس حاجه اس حاجه، يبقى دي الاس بيساوي صفر. يعني س تربيع ناقص 9 بيساوي كام؟ يعني س هتساوي كام؟ واحد. موجب سالب 3. واحد ايه؟ حلليها س سالب س ناقص 3 س سالب 3 فين مربعين. ماشي اول دي 9 عكس اشاره، خد الجذر التربيعي موجب سالب. يعني س لو ما بتساوي موجب او سالب 3 حل عليها. لا ده موجود حاجه ما انت بتساوي الاس بالصفر. ما هو الاساسات هنا الاسس بتساوي صح؟ الاسس بتساوي صح؟ بس اساسات ما تساويش، ما هو اكيد يعني انت ايه؟ هي الاسس تساوي، فما كده ان 5 تساوي 3 لا مش هينفع صح؟ يبقى نخلي س بصفر. يبقى البعض الاس هو يبقى بصفر. ما اي رقم الصفر بكام؟ صفر. واحد. طب سالب 3 هيحقق ايوه موجب 3 3 تربيع ب 9 9 ناقص 9 طب سالب 3 تربيع ب 9 9 ناقص 9 هما ماشي. هنخش بقى ايه على الاسس الكسريه. لو انت مثلا عندك جذر نون الف اس م، ده بيساوي كام بقى؟ بيساوي الف اس م على نون، والعكس صحيح. يعني الجذر النوني الالف اس م يساوي كام؟ الف اس م على نون، والعكس صحيح. يعني مثلا التحويله دي خلاص. يعني مثلا لو قلت لك ايه 3 اس 5 على 2 دي معناها ايه؟ معناها 3 اس 5 الجذر الثاني ما بنكتبوش، بس بيبقى مكتوب هنا 2 لل 3 اس 5 اللي هو كام؟ جذر 243. ده اللي هو لما بتيجي تدفع التحويله ما بين الكسر والجذر. ايه؟ طب لو جت 2 مثلا بس اس 5 هتيجي ازاي؟ ما هي العكس اهي. فاهم؟ دي لو ما نرجع اصلا مش فاهم ايه؟ تاني ما هي يا ابني تمام الجذر النوني الالف سمين يبقى ده على ده، يبقى الميم على النون الميم على النون. طب العكس رجعها بقى، يبقى النون الميم دي بص الالف والنون ده اللي هو الجذر نفسه. يعني مثلا قلت لك ايه 2 اس 7 على 3 دي معناها ايه بقى؟ الجذر الثالث ل 2 اس 7 الجذر الثالث ل 2 اس 7 2 اس 7 ده بكام؟ 128. ده الجذر الثالث ل 128. ماشي. مفهومة؟ فيها أي حاجة أصعبي؟ ماشي. فيهاش أي طب حاجة. أنا عايز أكتب دي، حد أكتبها لي على الصورة المحترمة يعني تبسطها لأبسط الصورة دي. هيبقى 27 واحدة واحدة. ال 27 دي كام؟ 27 بس جذر ثلاثة صح؟ بص كام؟ 2 مش دي مرفوع أصل لكل بس كذا 2 في 3 على 3 في 2 على 3 بكام؟ ب2 3 تربيع ب 9. انا كده مش مهندس. هنحل 27 كام؟ 3 على 3 3 في 3 في 3 صح؟ بس 3 في 2 على 3 ب2. طب لو حليناها اعملها هي طب ليه؟ جذر 3 فكام الجذر الثالث لكام 27 تربيع جذر الثالث 27 في 27 قول مثلا 729 729 خد الجذر الثالث 729 دي كام 3 اس 6 الجذر الثالث ل 3 اس 6 صح؟ لو ضربت رجعتها اصلها بكام؟ 3 اس 6 للجذر الثالث صح؟ ثلث 6 في ثلث ب 2 تحديد ما هو في الامتحان يعني من الاخر الارقام بتاعتك حلل عواملها الاوليه. عارف يعني ايه عوامل اوليه؟ الاساس بتاعها هترجعها تاني لأساسها. الارقام اللي هي ايه 1 2 3 5 7 الارقام اللي بتبقى تسمع على نفسها وعلى الواحد اسمها عوامل اوليه. ماشي. طيب هناخد بقى افكار الامتحان بتيجي ازاي. انت عندك 3 افكار اساسيه. عارف الامتحانات صح؟ ثم الخمسة من الابتدائي الثلاثة. بص الرسالة دي كانت اسمها 2001 لما كل الأرقام تقسم على نفسها ولا إيه؟ ماشي بس مش كل ولا ما تقسمش على الواحد يعني. بس انت بتقسم 7 مثلا الدوسين تتقسم
ايوه لا ما حاجه ما تيجي تقعد. مش ما فيهاش ارقام يعني تيجي على نفسها ما تسيبش على الاثنين. ايوه ممكن ده شغال. مش كده عشان يجي. طب بص يا شباب، في اسئله بيقول لك ايه مثلا ايه؟ انت طبعا لازم تستخدم مهاراتك الجبريه في ان انت تلعب في المساله. وبتفضل تلعب فيها لغايه لما توصلها لصوره من الثلاث صور اللي هقول لك عليها. اول صوره منهم اللي تلاقي قص ده في قص. لما تلاقي قص ده في قص هتتعامل ازاي معاها؟ في مساله بتقول لك ايه؟ 3 أس 2 س ناقص 4 9 9 أس س. اللي هيحرك كوكس تاني بجد هيتطرد عشان انتوا بتصعبطوا. طيب اول حاجه في المساله بتعملها بتحلل كل الارقام بتاعتك للعوامل اوليه. عارف يعني عوامل اوليه؟ الارقام ما تبقاش ارقامها هترجع لاصلها. يعني مثلا 9 دي تنزل في مكان 3. عندك 3 دي ترجع لاصلها. مش انت كان عندك لما في حاله الضرب بتجمع الاسس؟ طب لما هم مجموعين فصصهم. ده 3 أسين في فصص كل حاجه. يبقى فصص كل حاجه في المساله، فصصها خالص. التسعه هتبقى كام؟ 3 أس 2. ما 3 في 3 10 ايه؟ طيب ناقص 4 في. شايف 3 أس س زائد 2 دي؟ ايه رأيك لو خليناها 3 أس س 3 أس 2؟ ليه بقى يا باشا؟ اشمعنى دي واشمعنى دي؟ اصل دي 3 أس س هتخليها مجهول لوحده. دي 3 أس 2 3 تربيع ب 9 9 في 4 يعني انت فكيت دي عشان تخليها تضرب في الرقم ده. ماشي. انما طول ما هي مضروبه كده يعني س زائد 2 في 3 مش هتعرف تضرب الرقم 3 فيه. انما لما تفصل س زائد 2 تبقى 3 تربيع في 3 أس س في 4 هتعرف تضرب ال 4 في 3 تربيع. 243 دي امرها سهل ما فيهاش حاجه اصلا. ممكن تبقى حل. طيب كده ان انت وصلت لايه؟ الشكل بتاعك اهو اس ده في اس صح؟ تمام كده؟ بسطها بقى على الضغط. التبسيطه الوحيده اللي فيها ان انت تضرب 4 في 9 صح؟ هنا عندك كام؟ 3 أس 2 س ناقص 4 في 9 36 في 3 أس س زائد 243. مين الاثنين؟ 3 أس 2 في 3 أس س. ما قصدي كان هي اصلا كانت كده وانا فصصتها. خلاص كده؟ طيب كده بقى حد شايف ان المساله دي بقت معادله من الدرجه الثانيه؟ لكنها معادله تربيعيه؟ ها بص يا شباب، هنفرض فرض صغير شويه، صغير قوي. هتقول ايه؟ هتفترض ان الصاد بتساوي 3 أس س. ده فرض كده صغير هنفرضه صح؟ طب حد عارف يكتبها لي بقى على شكل الصاد؟ اكتبها لي كده على شكل الصاد. مش انت فرضت هنا الصاد 3 أس س؟ ماشي. طب ودي؟ صد تربيع. 3 أس 2 س هتبقى صاد تربيع صح؟ 3 أس 2 س الصاد 3 أس س لوحدها بصاد تربيع صح؟ ناقص 36 صاد زائد 243. يبقى انت عندك صاد تربيع ناقص 36 صاد زائد طب الصاد اللي 243. قدام الستة بص ده اهو صح؟ خلاص؟ ما دام المسألة فيها 3 فواضح ان دي لما تيجي تحللها هتلاقي مضاعفات الثلاثة. دي هتسهل عليك شوية. يعني انت المسألة دي مسألة من الدرجة الثانية بس هتحللها. فلما انت تيجي تحللها هتلاقي 243 انت عايز رقمين حاصل ضربهم 243 مجموعهم 36. اللي هيسهل عليك ان انت المسألة كلها ثلاثات. فالثلاثات دي هتلاقي نفسك ايه؟ الارقام اللي هتضرب بعضها مضاعفات الثلاثة. اللي هي كام؟ 9 في 27. ما هو الثلاثة ما انت عندك 243 كام؟ 3 و9 و27 و81 و243 مضاعفات اللي هي كام؟ مضاعفات 3 أس حاجة يعني 29. انت عندك 3 و9 و27 و81
243 اللي هو 3 لوحدها، 3 تربيع ب 9، 3 تكعيب ب 27، 3 أس 4 ب 81، 3 أس 5 243. فتلاقي دي مضاعفات الثلاثة بأرقام اللي بتضرب فيها، صح؟ 3 أس مش مضاعفات، لا 3 أس حل. هتلاقي السبعة هتلاقي التسعة في 27. جربها كده نتيجة ايه؟ هتتصبر، خلاص؟ فأنت عندك الصاد وصاد. 7 هتلاقي كام؟ 9 27 صح؟ والاثنين ثاني. لما تكون إشارة الحد المطلق موجبة الاثنين ياخدوا إشارة إيه؟ الأوسط. يبقى هنا الصاد هتساوي كام؟ 9 والصاد هتساوي كام؟ 27. طب الصاد دي كان أصلها كام؟ 3 سي كان أصلها 3 أس س صح؟ هتساوي كام؟ 3 أس 2 صح؟ والصاد هنا كان أصلها 3 أس س يساوي كام؟ 3 أس 3 27 3 أس 3. يبقى سي أساسات متساوية يبقى س هتساوي كام؟ 2 وس هتساوي كام؟ 3. تمام؟ مهندس أسامة بقى إن شاء الله الحصة الجاية هيجيب لكم أمثلة كتير قوي على إيه؟ أساس بيساوي أساس يبقى أس يساوي أس، أساس يساوي أساس، أس يساوي أس. خلاص؟ إن شاء الله الحصة الجاية المهندس أسامة هيعمل إيه؟ هيجيب كمية أمثلة كتير امتحان اصلا على الحكاية دي. كان على وأكيد هيشرح برضه مش هيدي الامتحان بس. عادي صح. يبقى أنت أول حاجة لما تلاقي الأس ده في أس هتفرضها وتطلع معاك معادلة من الدرجة التانية. تحللها وتضيف نقطة. صعبة؟ سهل. دي مش سهلة ده هبلة. ماشي. مش الدرجات يعني. هبدأ لدرجة إن إحنا مش هنعرف نحلها. ده تانية سنة عام. مش إيه؟ مش مستوعب. مش مستوعب. تانية ثانوي. ثانية ثانوي. وتعرف تعتقد عن كده صح؟ على فكرة يا باشمهندس إحنا داخلين صناعة عشان نهرب من الثانوية العامة. ده مبدئيا. بس داخل صنايع مش هتعرف تخش حاجة كويسة يعني. صنايع تدخلك ايه؟ ولا تدخلك حاجة خالص. ليه كلية تعليم صناعي؟ لا ما عاد فاني بني مسلحة. لو وديته محافظة يا عم ده وش ياخده. بعد فاني قوات مسلحة هتبقى ضابط ضابط ايه؟ فوق شغال مين يخش يا باشمهندس؟ باخد ظابط اخر عام اخر تطلع عام. كلية تعليم صناعي؟ لا معاك كود مسلح. ايوه مع القوات المسلحة هتطلع فني هتبقى ضابط فني. ضابط فني ضابط فني. هتتبهدل برضه. ورشة. بس لو حتى ضابط بس هتبقى متبهدل برضه عندك. يعني ضابط مهندس ولا ضابط فني؟ أكيد الضابط المهندس أفضل بكتير. على فكرة اللي بيخلص هندسة بيقدم في كلية حربية فنية عسكرية. يعلق نجمتين لا مش فنية عسكرية. فنية عسكرية دي ازاي تبقى بيها؟ فنية عسكرية تكون خلاص ثانوية عامة وتخش فنية عسكرية هندسة أو طب. دي اسمها ضابط متخصص تخش حربية تقعد 6 شهور تعلق زي دفعتك. بس ولا منك دخلت كلية عسكرية ولا واحد دخل أكبر يا منك كده السهولة دي. يكبرك يزحفك. نعم هو راجل اتكلم لو دخل ما عجبوش لبسك بس اكبر منك بسنه وراجل اتكلم راجل ما تنفذش الامر اصلا تتسجن على طول. انت فاكر يا ابني الجيش ده سهل يعني؟ الجيش ده اوسخ حاجه فيه حكم النفس عن النفس. تلاقي واحد ولا يسوى وتلاقي شكله معفن وممكن تلاقيه بربر وحالته ذكر خلف اوامر. انت تخش تبص الايادي حاجه غير الايادي. لا كل حاجه بالواسطه بس تبقى محترم. الواسطه ماشي يعني انت لو انت هقول لك على حاجه. مش كنا في الجيش عشان معاك واسطه تنطط بقى. كنا في الجيش وايه كان في ايه اللي معاهم وسايط بيهربوا من الطابور حاجات كده. باشمهندس الكاميرا مش مشكله عادي. كده المهم صاحبك ايه؟ فجاء واحد فجايين بيقول لهم انتوا فين؟ قال لهم كنا عند كذا. راح متنفس كده راح مطلع انتوا بتهددوني يعني راح متصل بيه يعني هم بيهددوني بيك يعني. هو قاعد يقول يعني كلمه كلام هداء يعني غالبا ايه قال له طب كانوا بيعملوا حاجه يعني هو ده كان صلب والتاني كان عقيد بس ما يقدرش رغم ان هو بس اصل هو دلوقتي عندك طابور. ايوه تمام حاجه هو بيه يعني هم بيهددوني بيك يعني ولا ايه؟ فهو راجل غالبا كلمه ادب فامتص غضب بس هو من حقه يعني رغم ان ده صلب ايوه عقيد بس عشان هم على الغلط. المهم ما علينا. فانت ما تغلطش وتجيب لي واسطه هيخلع منك لان ده كل ترقيه على فكره كل ترقيه بتجيب اللي هو الحاجات بتاعته كلها الانضباط بتاعه. هم بيبقوا عايزين الهرم ايه الهرم بتاعه يبقى حاجه محترمه.
ممكن تلاقي مقدم وطلع على المعاش عشان اخلاقه مش كويسه. المهم وانا اخش عسكري زي الفل. ياسمين عايزه تقدم في عسكريه. هي اللي هتقدمني. مين اللي هتقدم؟ هي العسكرية. هي يعني هي اللي تقول لك تعلمنا. لا هي اللي هتقول عايزة أقدم. طيب محتاجين حد يرخم علينا. ضابط متخصص على الهندسه على طول تعلق من 200 وتعلق 6 شهور تعلق من 200 تعلق زي دفعتك. المهم بص يا شباب، باشمهندس على فكرة خط القلم مش طالع هنا كويس عشان اصلا وحش. عامل له ايه؟ هات قلم يا عم. والله أنا- كان قبل كده كان باين شوية. هو مع بياخد مننا 3 جنيه زياده طيب اول حاجه بيقول لك ان داله س بيساوي 5 اس س، وبيديك الداله المعطاه ان داله 2 س زائد 1 زائد داله 2 س ناقص 1 يساوي 30. عايز قيمه الس. كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ دي الداله الاصليه صح؟ هتعوض من هنا في هنا من هنا في هنا وهكذا صح؟ طيب الداله دي 2 س زائد 1 تمشي كام؟ 5 اس 2 س زائد 1 صح كده؟ مش 5 اس دي 2 س زائد 1 تحط س هتشيلها وتحط مكانها كام؟ 2 س زائد 1 زائد الداله دي كام؟ 5 2 س ناقص 1 تساوي كام؟ 33. فصص ده يا باشا فصص 5 أس 2 س ب 5 أس 1 صح؟ زائد 5 أس 2 س ب 5 أس سالب 1. مش واصله برضه ازاي بقت 5 اس 2 س زائد ده الأصلية اهي صح؟ تمام. ودي معلومة اهي. ايه ده قال لي دي المعلومه؟ دي هتطلع عليها فوق. مش دي بيقول لك دالة كذا زائد دالة كذا بيساوي 130. كل اللي هتعمله هتشيل مش دي دالة هتشيل السين في الدالة الأصلية وتحط مكانها 2 س زائد 1 زائد دالة 2 س ناقص 1 هتشيل في الدالة الأصلية كل س وتحط مكانها 2 س ناقص 1 وكده بس دي 5 أس رقم 2 س زائد الواحد هتفصص بقى 5 أس 2 س في 5 أس 1 5 أس 2 س ناقص الواحد يبقى 5 أس 2 س في 5 أس سالب 1 5 2 س ونص. تمام. هتلاقي ان انت عندك الاسس دي قد بعضها هتاخدها مشترك. يبقى انت عندك كام؟ 5 اس 2 س مشترك هتطلع كام؟ 5 اس 1 زائد 1 على 5. ليه 1 على 5؟ لما انت خدت 5 اس 2 س من هنا فضل هنا 5 اس 1 وهنا 5 اس سالب 1. 1 على 5 يعني السالب 1 1 على 5. عايز تظبط دي هتخلي الخمسه دي 25 على 5. 25 على 5 في حاجه؟ مش دي 5؟ خليها 25 على 5. اعملها على الآلة يا عم وخلص نفسك. ماشي. خلاص؟ يبقى 5 زائد 20 زائد 1 26 على 5. يبقى 5 أس 2 س ب 26 على 5. باشمهندس هي 2 س اتحطت على 2 س خدت 2 س مشترك. مشترك عامل مشترك. خدت 2 5 أس 2 س عامل مشترك. بقى كده اللي هي 5 أس 1 زائد 5 أس سالب 1. طب ليه 5 أس 1 كان 25 على 5؟ عشان اوحد المقامات. هي هي 5 خليتها 25 على 5 عشان اعرف اوحد باشمهندس. 5 بس مقام. فاضل 20% يا باشمهندس. ليه 5 ضربت في 5 بس 20% بطارية قال لك كده. مش علامة البطارية شغالة؟ اه مش باينة. لا انا قفلتها، انا دوست خلاص؟ استبعاد، عملت استبعاد. ماشي 5 في 130 على 26 يبقى 2 أس س 5 أس 2 أس س هتساوي كام؟ 5 دي على 1 5 في 130 على 26 تطلع كام؟ أكيد هتطلع مضاعفات الخمسة. 25. تطلع 25 احسبها كده 5 في 130 على 26 تحت الآلة بتاعته تحت الشنط دي اه بيحسب كده تساوي 25. 25 هي كام؟ 5 أس 2. 5 أس 2 صح؟ اه 5 اهي اساسات بتساوي صح؟ يبقى 2 س هيساوي 2 بس هيساوي كام؟ بس هي دي اول ما تلاقي تشابه في الاسس والاساس في طرف تفك وتاخد على المشترك. او احنا فكينا واخدنا على المشترك. أول ما لاحظ اول ما تلاقي متشابهين زي بعض صح؟ فك وخد على المشترك.